اهلا ومرحب بكم في القناة. معانا غسالة ايديال زانوسي فيها مشكلة اما بنيجي نشغلها دخول المية ضعيف، فهنجربها دلوقتي قدامكم. هنجيبها حتى على اللي هو 40 درجة حرارة. نشغل كده الكهرباء وبعد كده هندوس على زرار الستارت. المفروض هي بتقفل معانا اللوك، وبعد كده بتوصل كهرباء للترومبة. واول ما الترومبه تفضل الميه اللي جوه الحله يبتدي يدخل معانا الميه. فالعيب ده بيبقى فيه مشكله في الصمام نفسه اللي هو المزدوج، فهنوريكم ازاي طريقه فك وتركيب الجديد بطريقه سهله. زي ما انتم شايفين معايا مفيش حتى نسبة مية، ضعيفة جدا، فكده بتاخد وقت ان هي تملى، بدل ما مثلا في مدة 3 دقايق لا ده ممكن تاخد لها 10 دقايق، فده بيأثر على الميزان بتاع المية. فعشان كده جبنا لها صمام جديد وهنركبه دلوقتي. اول حاجة هنفك الغطا اللي فوق اللي هو ده. هي دي القطعة التالفة معانا، وجايبين بدلها اللي هي الجديدة اهي، نفس الكلام بالظبط. لازم تكون زي القديمة، ما ينفعش نجيب غيرها عشان ما تأثرش معانا في الغسالة وفي طريقة التركيب ما تتعبناش. تمام. هنفك الخرطوم بتاع المية. في هنا كليبسين بنشيلهم بطريقة سهلة، بندوس على الضفر ده وبعد كده بناخد الجزء بتاعه. وزي ما فكينا زي ما هنركب. فهو ما ينفعش يخرج ليه؟ لان البنز بتاعه قافل عليه. نفك القفيس ده، نرجع بيه، والتاني لان هو بيحكم عليه عشان ما يجيبش ميه. كده سيبت معانا الخرطومين، فهي كده الحلة مليانة معانا لان هي خدت المنسوب المناسب بتاعها. هي كده الغسالة شغالة معانا تمام. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة ودعمني.